يا صباح النور، يا صباح الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بديت لكم الفيديو بنهاية اللي صبت لنا فيها مطيرة، رحمة ربي مطيرة نستنوا فيها لنا برشا. حسيلو فيديو ظهر البنات راهو مسجل ما بين زوز، معناها نهارين، نهاير ليلة اللي صبت المطر انا نهارها في دار بابا، وجيت مروحة صورت لكم الطريق كيف تصب المطر. فرحنا بها مطيرة، رحمتك يا ربي أوسع من ملكك. شوية برد شوية الطقس من غدوة وتنحت شوية علينا سخانة، حتى كان رجعت احنا في توزر سخانتنا مش عادية حتى طرف. الحمد لله صبت لنا المطر. قبل ما تصب لنا المطر جانا عجيج عجيج وريح يا البنات، معناها اللي قضيناه الكل مشى على روحه، فسخ وعاود من جديد. الدنيا كل مشيت التراب، البرا والداخل، كل شيء ولا يتحثرب. كي صبت المطر تصوروا انت وصبت المطر بعد العجاج، معناه احسبي انتي تراب وماء وتخلك انواع واشكال. انا عندي الدروش نتاع الشارع، حتى ساعات كي ما نسيقوش ولا ما نهتمش نسيق الدار الفوق لازم يطلعوا لي الصغار التراب وكل شيء. حصل البنات وليت عملت مسحة خفيفة للدار، لميت ومسحت ونظفت، عملت مسحة خفيفة للدار الكل من داخل، وخرجت لبرا الفيراندا سيقت التراس متاع الفيراندا كل والدروج، وغسلتك الطابيات اللي نحط فيهم قدام البيبان، خاطر مشوه بالتراب هما نظيفين والله غسلتهم الكل البنات، اما من التراب قلت هيا نمصمصهم. وبديت عادة فك الفيراندا صب الماء اغسل صب الماء، راني تعدالي نهار البنات. الناس اللي تفك التراب الكل التراب مش عادي، حتى تراب تقولوا عنا كميون متحت ماء التراب صب في دارنا. الحصيل والفايدة في النظافة، والفايدة نظافة الدنيا وريحة النظافة محلاها. المفيد بعدك التعب والشقاء لقيت الراحة ولقيت الدار هبال بالنظافة. ريحة النظافة ما تشريش بالفلوس. الدار كي تبدا نظيفة ومزينة ومحطوطة منظمة وريحتها تنفنف بالنظافة، انتي بيتك تبدا مرتاحة البال وتحسي حياتك تبدلت وتحسي حياتك منظمة وبالك مرتاح. بالحق البنات اللي ما زلت ما تبعتش لي تاب اللي باش نعطيهم لها تو، بالحق هذوما سر السعادة بالحق. اول حاجة البنات، اي دار وتحبي تدخلي لها وترتاحي فيها خدمي سورة البقرة في البيت بصوت مرتفع، وحلي البيبان على الصباح وحلي الشبابك يوميا في الاسبوع على الاقل يومين. وبعد ما تعملي هذيك الكل نهارين وبعد تولي تسكر البيبان وتحل سورة آل عمران بصوت هادئ. هذه حاجة سر من أسرار هدوء لدارك، هدوء لصغارك، هدوء لك انت في حد ذاتك. شغلي زادة، حركي زادة أثاث المنزل ونظفي تحته وارمي شوية ملح وخليه. وحاجة أخرى باش نعطيها لكم، شوية ملح مع شوية قارص في علبة صغيرة وحطيه تحت السرة في المنزل الكل، تحسي براحة. فرق كبير ما بين كنتي ووليتي، حتى كي تبدا الدار حسيتها متعباتك وحسيتها غلباتك. تبعي لي تابا ذوما وتفكري لي ديما باب التواليت الحمام أعزكم الله يلزم ديما مسكر البنات، راهي برشا توقع في ريسك برشا مات تخلي الباب محلول والصغيرات ينسوه يخلوه محلول. ما عليكم منه ديما سكروه ما تخلوش محلول. رشوا على فروشاتكم البنات ما عطري، معناها ينجموا يبيعوا كيما اللي صورته لكم بامال دفوار، رشوا على الصالة وعلى اللبس على الفريش وكل شيء. ما تحطيش تصاور في الدار، حاولوا نحو تصاور البنات في الدار. وكفي في القبلة متاع الديار الكل وادعي ربي باش يقبل منك وتحسي بفرق. نحي الحوايج الخايبة الكل، لكيس وهك الحاجات الزايدة الكل حاولي خرجيهم من دارك وحاولي رتبي دارك ونستغني على الحاجات اللي ما لهاش ما فيهاش معناها ما عندكش بها فايدة. وبخر الدار مش ابي الروتين وانا ننصح فيكم الحصيل. وبعد ما كملتك التسييق وقت تعب عملت لك وستي وقعدت وتبخيرة للدار وقعدت. بعد ما ارتحت بحذا المسيو يصور يتفرج على الكورة. دخلت باش نعمل العشاء، جاب لي نوع متاع خبز البنات هو طري جاي كل باقيت فرسي
وليت عملت فيه الهريسة حاضر، وعملت فيه جبن، وعملت فيه السلامي كما شفتوه، وعملت فيه بطاطا مقلية وحطيته في الفرن. تنجموا تعملوه في الماكينة متاع البانين. يجي زادا بنين، صدقوني يكون في الماكينة متاع البانين يجي أبن برشا، غير أنا ليلتها مزاربة، الصغار جاع والمسيو جاع، زربت حطيتهم في الفور، هو جابهولي باش في ساعة ما نطيبهم حاجة ربيد، وجو بنان بنان ما تصوروش، تصوروا انتم هكا الجبن ذاب، وجا فيه بنة 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 ما تصوروش. كلاو الصغار وكلا راجلي، الاولاد ما كلوش خبزة كاملة، ديجا عملت لهم خبزة في زوز معناها، هي هشوشة وطرية برشا. المسيك زوز أنا كليت كعبة. يا ربي ولك الحمد، وتعشينا، وربي يديمها نعمة واحفظها إن شاء الله من الزوال يا ربي. جاي الصيف وماذا بينا على حاجة خفافة. نرجع ونقول لكم راني نطمع فيكم ونحبكم برشا، ونحبكم تعملوا لي كومنتارات، نحب تشجعوني خاطر قناتي مازالت صغيرة، نحبكم تشجعوني هيك ونوصل معاكم لنهاية الفيديو. في وديعة ربي، إلى اللقاء.